السلام عليكم. النهارده هنعمل أكلة حلوة قوي، صينية بطاطس بالبانيه. وقبل ما نبتدي نسمي بسم الله الرحمن الرحيم، نصلي على رسول الله. أنا ما عنديش غير 4 5 حبات بطاطس، وعندي فراخ بانيه. طب هنعمل ايه بقى؟ أنا بجيب الفراخ البانيه، فيه بتبقى قطع تخينة شوية، فأنا بتبلها واسيبها على جنب. وبعدين أنا حطيت ال- البصل، وحطيت الفراخ البانيه، حمرتها، وقمت نزلت عليهم بالبطاطس. بقى انا ما عنديش غيرهم، ونعمل احلى غدوة بيهم. ونزلت بالصلصة، وحطيت عليها المية. مش عايزة اقول لكم طعمها عامل ازاي، طعمها تحفة جدا، طعمها جميلة جدا، سريعة اقتصادية، تجنن. حطيت ملح، وحطيت فلفل، وحطيت سكر عشان الحموضة بتاعت الصلصة. وبعدين اديتها غلوة ودخلتها الفرن احمر. ما شاء الله ما شاء الله، طالعة حكاية. لو عجبكم الفيديو لايك وشير وقلب ودعوة حلوة. الوصفات بالبانيه انا كنت بعملها لوالدتي الله يرحمها، لان هي كانت ممنوعة من اللحمة، فكنت بطبخ لها بالفراخ البانيه. كانت بتبقى روعة، جربوها، جميلة، سريعة، حكاية، دايبة دوب. ما شاء الله عليها. سلام.